اتفاجئت بالنهارده بأداء المنتخب المغربي وتأهله لدور 16. كنت متوقع ان هو يبقى متصدر لمجموعته ويتفوق على اسبانيا وعلى سوري على بلجيكا كمان، وكرواتيا تحديدا. بلجيكا وكرواتيا. بص انا بعد ماتش بلجيكا يا رب يتفوق على اسبانيا. انا غلطت وقلت اسبانيا، هو يقابل اسبانيا دور 16 ان شاء الله. فتفوق على اسبانيا. بعد الماتش بتاع بلجيكا اللي هو كسب ده اداله افضليه ان هو عنده كندا، غير لما يكون عنده كرواتيا في الاخر او بلجيكا في الاخر، بالظبط. وهي محتاجه زي النهارده مثلا واخد بالك. فطبعا بلجيكا كسبانه الماتش الاولاني، فلعبه بامور هاديه يعني عادي، انا ممكن اتعادل وممكن اكسب، يعني الموضوع ما كانش في دماغها ان هو هتأزم معاهم. صحيح. ان المغرب هتكسبهم. فالمغرب فانطلق من خلال الماتش اللي هو بلجيكا ده، اداهم دفعه. لازم النهارده كان يكسب وكسب. صحيح. وتحقق له ده من اول 4 دقائق. ايوه نازلين يعني عندهم في اصرار غير طبيعي. في اصرار هنا بقى. زي السعوديه كان عندها اصرار في ماتش بولندا غير طبيعي، بس مفيش توفيق او مفيش واحد يخلص. النهارده في واحد خلص، جاب جون وجاب الثاني، خلاص حتى لو دخل فيه الجون ما عنديش مشكله، لان انت ما بتلعبش الهوا، انت بتلعب برضه فرقه. وعايز ده بيعدوا نفسيهم لكاس العالم اللي جاي، مش المره دي يعني. كاس العالم اللي عندهم. حضرتك بتتكلم على كندا ولا بتتكلم على كندا؟ كاس العالم عندهم اللي جاي عندهم. فهم من دلوقتي بيرتبوا اوراقهم واخد بالك. فبرضه عايزين ان هم يسيبوا ذكرى حلوه. صحيح. ان انا خسرت الماتشين اللي فاتوا، ما اخسرش كمان من الثالث واخد بالك. فالنهارده كان هم الدافع بتاعهم اكتر عشان ان هم باي بشكل حلو. فهو ده اللي أزم المباراه. وحتى تلاقي في بعض الفترات هم ركبوا الجيم، وبعض الفترات هم ضغطوا جامد قوي في اخر ربع ساعه. صحيح. على فريق منتخب المغرب. ولكن لعيبه المغرب لعيبه رجاله حاسه بالمسؤوليه، وعشان كده هم مركزين من اول البطوله. وتحيه بقى للراجل اللي هو المسؤول عندهم بتاع الرياضه، اللي هو المسؤول اللي هو جابر الركراكي. مش الركراكي ده اللي هو اللي كسب النادي الاهلي في النهائي، وليد الركراكي الوداد. بالظبط صح. مش هو ده من كام شهر؟ امال مين جابر؟ وليد الركراكي. بقول لك هو المسؤول اللي جاب وليد الركراكي. جابه. مش هو يعني انا قصدي ان كان ماسك الوداد صح. اللي فكر فيه يمسك المنتخب ده راجل عنده رؤيه. ما ده بقى للاسف لما احنا جه كابتن حسام مشي، كنت لازم تجيب حد مصري. حسام البدري. كابتن حسام البدري لما مشي كان لازم تجيب حد مصري، لان الوقت ضيق. هو دلوقتي وليد الركراكي عمل ايه؟ لامم الفرقه، جاب حكيم جياس اللي هو ما كانش بيجي خالص واخد بالك. وكان في مشاكل بينه وبين خليل زفت ده، ولا اسمه خليل زيت؟ اسمه خليل ايه ده؟ خليل زيتش ورب يعني خلاص. قول المدرب اللي قبل كده خليل زيتش. ماشي. مش فيتش. المهم يعني هي الكره مش عند يعني الراجل النهارده والماتش اللي فات فارق قوي، والماتش الاولاني برضو كان هو مصدر الخطوره. فالراجل ده بقيمته يا عم خالد. ازاي انا هعاند شعب بحاله ودوله بحالها عشان الغطرسه اللي عندي والقرننه اللي عندي والكبرياء اللي عندي، ان انا ما اجيبش لعيب زي ده يفرق معايا، وبعد ما هو يمشي ويخرج من بطوله افريقيا بشكل مش كويس تيجي بعد كده حكيم زياش واخد النهارده مان اوف ذا ماتش، احسن لاعب في الماتش واخد بالك. والماتش اللي فات كمان هو السبب في الانقلاب اللي حصل في ماتش بلجيكا. فانا بقول لك ما فيهاش عندي كوره. انا ممكن ما بحبش خالد، بس هيكسبني اشيله فوق دماغي. ما فيهاش حب وكره دي واخد بالك. فهنا الناس بقى مش الناس اللي عندنا، مش الناس اللي هي بتجيب مجاملات، هاتوا فلان عشان فلان ما يجيش. يا عمي صل على النبي واهدى. وربنا لو معانا حسام حسن ال3 شهور اللي اتلعب فيها البطوله العربيه وافريقيا والماتشين بتوع تصفيات كاس العالم والمصحف كنا وصلنا. هو ده بقى الفرق بيننا. يعني ما تحلفش بس ماشي. انا بقول لك والمصحف نوصل. عايز ايه تاني؟ طب ما تحلفش بس ماشي، هعديها لك.
والمصحف نوصل. ايه الراي بقى؟ يعني ده اسهل بطوله ما تعملش كده يا اسلام. انت عشان ما بتحبش حسام. لا خالص. بص يا حسام، انا لا بقى لا اهو كابتن رضا وربنا ما تروجش بطبل لك على لا فكره. لا اسمعني بس يا كابتن رضا، ما تروجش، لان هو ممكن يصدق. انا حسام حسن بحترمه جدا جدا والله وبحبه جدا. طب لما انا اقول لا مش لما انا اقول اسكت، انا عمري ما هسكت. اهدى انت بس شويه. يعني كان عاجبك كيروش؟ ماشي. كان عاجبك؟ لا استنى اكمل بقى. ماشي. هكمل وبعد كده خد الحديد. اسمع من الراجل بس. ما انا هكمل الحته دي بس. في واحد جاي يقعد هكمل الحته دي بس. هكمل الحته بس. هكمل الحته دي. احنا بنتكلم عن الناس اللي عندها رؤيه. لما جابوه الراجل عمل ايه النهارده يا عم خالد؟ وصل وليد الركراجي متصدر مجموعته فيها كرواتيا وبلجيكا وكندا، وبيعمل كرة ايه كمان حلو بصراحه. برغم ان هو ممكن يكون امكانياته الفنيه مش عاليه، بس في حب، في ألفة بينه وبين اللعيبه، واللعيبه ممكن تكون بتلعب عشان المغرب ثم الراجل ده. اللي يبسطك في المنتخب المغربي ان افراحهم زي ما شفنا الصور من شويه، بيفرحوا وبيشيلوا المدرب وليد الركراجي والدنيا بتبقى كويسه وخلاص، ولكن بيفصلوا. وده يمكن المشكله اللي صادفت منتخبات كبيره زي المنتخب السعودي بعد الفوز الكبير المدوي على الارجنتين في اول مباراه، وقلنا ان السبب الرئيسي لا، اللعيبه عاليه، اللعيبه بتلعب كوره، اللعيبه بتروح للجون، بتخلق فرص، ولكن الفرحه بتقلل نوعا ما من التركيز، الفرحه الزياده، ودوت هو اللي حصل. وشفنا مع المنتخب السعودي ازاي بعد ما كسب المباراه الاولانيه الفرحه زادت بطريقه مبالغ فيها، راحت لسكه الكوميكس، وشفنا الفيديوهات ويرز ميسي ويرز ميسي ويرز ميسي ويرز. ما ينفعش نفرح في الاخر، ولكن احنا فضلنا نقول ويرز ميسي ويرز ميسي. اهو ميسي دلوقتي هو اللي صعد وهو اللي اتصدر، واحنا اللي خرجنا بره. واحنا بنقول احنا علشان احنا اشقاء. المنتخب السعودي لما كان بيلعب احنا كلنا في ظهره، كلنا في ظهره، لان فعلا قدموا كرة كويسه واللعيبه كانت رجاله، ولكن بعض الامور الصغيره هي اللي ما خدمتناش وما خدمتش المنتخب السعودي، لان المنتخب السعودي كان مكانه ان هو يكون موجود في دور ال 16. ولكن بنقول هارد لك، وبنقول ان هي دروس مستفاده، ان بعد كده احنا لما نيجي نفرح هنفرح الفرحه وخلاص انتهى الموضوع، ونركز في اللي جاي بعد البطوله. ممكن نفرح، وده اللي بيعمله المنتخب المغربي، تركيز شديد جدا. الناس اشتغلت كويس. منتخب المغرب بيبني وعنده خطة طويلة بيشتغل عليها، وعلشان كده دايما في تطور للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي ما فرقش معاه ان انا كان عندي مدرب وصلني كاس عالم، فيبقى المدرب ده لازم ان هو يبقى موجود ولازم يستمر ولازم نكافئه ولازم. لا، الناس شافت هناك في المغرب ان الوضع مش كويس، وان الراجل تصادمي، وان الراجل عامل مشاكل مع نجوم الفريق. حكيم زياش ما كانش بيجي، مزراوي ما كانش بيجي، والناس بتلعب في اكبر انديه اوروبا. فالقلق اللي حصل ده خلى الناس كانت تبقى في غاية الشجاعة انها تقول لا، احنا عايزين ان احنا نغير المدرب. واما شافوا وليد الركراجي، الراجل كان ماشي بطريقه كويسه مع الانديه اللي اشتغل معاها، الراجل واخد دوري ابطال افريقيا مع الوداد، شافوا ان هو الراجل المناسب للمرحله اللي هتبدا بكاس العالم. وجه كان على مستوى المسؤوليه وليد الركراجي، اللعيبه واضح انها قريبه منه جدا، بتحبه، ما بقاش فيه مشاكل جوه التيم، وبالتالي ابتدى ينعكس على مستوى المنتخب المغربي اللي هم كلهم بلا استثناء نجوم. ولكن مره واثنين وثلاثه لازم نتكلم على امرابط في نص الملعب. امرابط لعيب فارق مع المنتخب المغربي بشكل كبير جدا، راجل بيلعب يشيل نص الملعب لوحده، الراجل بيدافع والراجل بيهاجم، والراجل بيربط الدفاع بالهجوم، الراجل بيقطع، الراجل بيروح على ال18 بيكمل في الهجمه، الراجل بيسدد، الراجل بيعمل كل حاجه في المنتخب المغربي. فطبعا احنا بنقول مبروك للمنتخب المغربي، سعداء جدا جدا بالمستوى اللي قدموه، بالنتائج، بتصدره للمجموعه. ولكن
اللي جاي اصعب، وما يبقاش، ودي نصيحه للاعيبه المغرب، اوعى تعتبر ان انت خلاص خلصت الانجاز بصعودك لدور ال16. لا، احنا عايزين الانجاز يكبر، وعايزين المنتخب المغربي يروح ابعد مكان في البطوله، لان الامكانيات الفنيه عند لعيبته موجوده، وموجوده بدرجه كبيره جدا، وعنده اللعيبه اللي تدافع كويس، وعنده اللعيبه اللي تهاجم كويس وتعرف تجيب اجوان.